ياما كتير قالوا لي حطي الزبادي عليها، بس انا ما كنتش بسمع الكلام. من ساعة ما عملتها عايزة اقول لكم ان انا ادمنتها. انا طبعا وكل اللي في البيت غيرت من طعمها ومن شكلها وحتى من لونها. بجد طلع فظيع. تعالوا يلا نشوف من كوباية الزبادي دي عملنا ايه بطريقة سهلة وبسيطة وطعم خطير. بس قبل ما ندخل نشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا ايه، يا ريت نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. واول حاجة معانا على النار هنزل بشوية دهون. الدهون دي يا جماعة دي عبارة عن دوش مع ليا اللي موجود عندكم، ده يعتبر من تنظيف بواقي اللحمه. بصوا حطيتها بالشكل ده، دي طعم حلو. وكمان لو مش عايزين تاكلوها بعد ما تخلصوا كده اللحمه بتاعتكم تستوي تقدروا تشيلوها وترموها، بس بتدي طعم. الوصفه بتاعتنا واول حاجه بقى كده جبت بقى كمان ايه اللحمه دي لحمه ستيك. ابتديت ان انا اجيبها وابتدي احطها كده علشان تاخد تشويحه. والنار معانا هنا في الخطوه دي بتكون عاليه علشان اللحمه تتقفل المسام بتاعتها وما تبتديش ان هي تنزل الميه منها. هبتدي بقى احطها بالشكل ده، واول ما تبتدي تتشوح من الجنب الاولاني هبتدي اقلبها على الجنب التاني بتاخد بقى تشويحه. وعايزه اقول لكم الريحه خطيره. ما تقطعوش اللحمه رفيعه قوي علشان ما تتحرقش معانا. قطعوها كده قطعيه وسط بالشكل ده، وابتدوا ان انتوا شوحوها بالمنظر الجميل ده، بتديها بقى لون حلو قوي. هنا بقى رحت حاطه عليها انا ميه، بس هنا الميه لازم تكون سخنه معانا علشان اللحمه تستوي معانا. وجبت بقى هنا البطل بتاعنا النهارده في بوله كده، نزلت بكوبايه زبادي كبيره وحطيت عليها معلقه صغيره من صوص الديمجلاس بودر، وابتديت احط عليها نص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من بهارات اللحمه، وكمان حطيت عليها شويه من الملح. عايزه اقول لكم بجد تتبيله او صوص خطير 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 يا جماعه. قلبت بقى كويس جدا، ولازم في الخطوه دي اقلب كويس جدا جدا. لو حسيتوا ان هي كتلت معاكم وزودوا شويه ميه من الحنفيه بسيطه جدا. قلبوا كويس علشان الزبادي ما يخرصش معانا واحنا بننزله على اللحمه. يا ريت بقى يا بنات لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والشير للفيديو، وانزلوا بقى في الكومنتات صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وهنا اللحمه ابتدت تستوي معايا 3/4 سوا. وبصوا زي ما انتم شايفين فيها صوص معانا او فيها ميه كده. ابتديت انزل بالخلطه الخطيره اللي احنا عملناها مع بعض، اللي هو الزبادي وبودرة صوص الديمجلاس، وكمان الفلفل الاسود وبهارات اللحمه. وكمان على فكره حطيت الملح في الاخر، نسيت اقول لكم عشان ما يوقفش من عمليه تسويه اللحمه واحنا شغالين. ابتديت بقى اقلبها واسيبها كده على نار هاديه لمده نص ساعه، وغطيتها ولازم نغطيها علشان البخار يسويها معانا كمان. وهنا بقى بصوا بقى الصوص ولون اللحمه بجد عالمي، وريحتها كانت خطيره. بجد جربوها هتعجبكم جدا، طعمها حلو قوي ومختلفه، ومخليه اللحمه طريه معانا وطعمها حلو جدا ومختلف. وحتى كمان اللون بتاعها فعلا مختلف كده، ومن جوه اللحمه طريه قوي وجوسي كده وخطيره. تقدروا بقى تقدموها مع الرز الابيض بيبقى طبعا تحفه، او رز بشعريه زي ما انتم حابين، او طبعا مكرونه بالصلصه. بصوا بقى شوفوا لي هالجمال والحلاوه والدلع. وبصوا خطيره الصوص بقى طعمه بجد تحفه تحفه تحفه، بالف هنا وشفا. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. من الوصفات الحلوه جدا السهله البسيطه السريعه في الحر ده كمان. بصوا فتحتها بقى، بصوا طريه قوي قوي، اللحمه دايبه دوب بجد وطعمها خطير. بالف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.